السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في بيتك عامر مع أم محمد. النهاردة هنعمل طقم التوابل التركي زي ما انتم شايفين. حاجة بحاجة سهلة. البرطمانات دي الإزاز دي كانت عندي، وشريط السدان ده يعتبر كان عندي، ما اشتريتش غير ده بس ب2.5، وعلبة اللاكيه ب20 جنيه. وجبت الألوان هوريها لكم. علبة اللون ب5 جنيه. علبة الألوان دي أنا خدت منها يا دوبك سنتي، وهتفضل معايا لمدة سنة. زي ما انتم شايفين دي كانت ازازة مية موارد. عملت بيها المزيات دي كده. بصوا بصوا زي ما انتم شايفين كده. طقم توابل روعه يا جماعه. احنا نقدر نعمل كل حاجه بايدينا زي ما انتم شايفين. اللي فيه عين وراس يعمل احسن من الناس. يلا بينا كده نشوف طقم التوابل الحلو ده يتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا حبايب قلبي؟ اهلا بيكم في بيتك عامر مع ام محمد. النهارده هنعمل اعاده تدوير البرطمانات الازاز دي. في قنوات كتير عامله البرطمانات التركي، وانا عندي برطمانات زي ما انتم شايفين زياده. قلنا برضك نعمل مع بعض البرطمانات التركي او نستفاد منها ونجدد مطبخنا قبل رمضان ان شاء الله. هنا عندنا برطمانات ازاز. انا جايبه علبه لاكيه صغيره الصراحه، اسمى نصها هنا. هنا كانت عندي علب بوهيه، قلت بدل ما افض في كوبايات ولا حاجه اصب في العلب دي. وهنا حاطه برضك، هنا كان علبه لونها اخضر برضك، حاطه هنا اللاكيه الابيض ده العادي بتاعي. انا عاوزه اعمل اللون الفيروزي واللون الاحمر. هنا اللاكيه هنحط نقطه حمراء طبعا. بس يا سجد اللون ده طبعا مركز فبالراحه يعني. ونقلب كده ونشوف اللون هيعمل معانا ايه. هحط نقطه تاني عشان اللون لما بيتحط لونه بيخف بعدين. تاخدي سجده تاخدي سجده عشان متوقعيش حاجه. كده يبقى لونه اللون البنك الحلو ده. اللون الفيروزي بقى يتعمل ازاي؟ جبت كده، هي العلبه كان لونها اخضر فغسلتها وقلت عادي لو اتحط فيها اللون الفيروزي. هنحط نقطه خضراء مع لون ازرق. ايوه ساكته. شوفي هيعمل لنا لون ايه. اللون لو تقيل معاكي تقدري تحطي لاكيه ابيض تاني وتخففي اللون. بصوا اللون نقلبه كويس عشان ميبقاش في لون ملطش كده. اللون الفيروزي انا عاوزه الدرجه دي. انا معايا جايبه دوت اللازم بتاع البياض. انا مش عاوزه البرطمانات تبقى كلها مدهونه، عاوزه الحته اللي من فوق دي كده اللون بتاع اللون ما يوصلهاش. هلزقها كده واجيلكوا تاني. البرطمان حطيت له بلاستر من هنا كده عشان مش عاوزه اللون دوت كده يروح له. امسك البرطمان كده نقرب اللون علينا، نقول بسم الله. انا طبعا هديله وشين عشان لو فيها اي دفاهات ولا حاجه تبقى متداريه. انا حاطه ايدي كده وزنقاها ما بين البرطمان.
انا دهنت كده البرطمانين ودهنت كده غطا. هذا الغطا التاني هو لونه يمشي مع البامبا، بس انا عاوزه اخليه بامبا. ما انصحكوش ان تبقى في اطفال جنبكم. يعني الحاجات دي تعملوها والاطفال نايمه. بنتي كانت هتوقع لي التليفون على البومه. داخلي يا ساجده، هتقعدي بقى زي تهاتي. الحاجات دي هتنشف وهديها وش تاني. يا رب بس يكون مبين لكم. الحاجات دي هتنشف وهديها لون تاني. دلوقتي احنا نشيل اللون البامبا، نعمل اللون الاخضر. مش عارفه، يا رب يكون بس الحاجه باينه قدامكم. البرطمان اللي همسكه كده نعمل الكبير. طيب طبعا انا فرشه كيسه سودا على الترابيزه عشان مفيش حاجه تتبهدل. ما تعمليش على الرخام ولا على اي حاجه غير ما تكوني فرشه حاجه. لا يكون معاكي كرتونه، لا يكون معاكي شنطه سمراء زي حالاتي كده عاملاها. بصوا الدهان يبقى في اتجاه واحد كده، واول ما هينشف انا هسيبه كام ساعه كده يتنشف وهديها وش تاني. انا عاوزه اعمل كل حاجه كده قدامكم. بصوا امي كانت بتقول لي حاجه زمان، اللي فيه عين وراس يعمل احسن من الناس ان شاء الله. مش عيب الواحد يطبق الحاجه اللي يشوفها. انا عارفه ان هي مش فكرتي، اتعملت كتير، بس في ايه تاني يعني لما اعملها؟ انا عاوزه اجدد مطبخي، اروح يعني اودي البرطمانات لحد يعملها لي يعني، ولا اشتريها جاهزه اعملها انا؟ واحد بيحب يجدد قبل شهر رمضان. زي ما انتم شايفين ادي البرطمان هينشف وهديله وش تاني وارجع لكم تاني حبايبي بعد ما ينشف. هدي معاكم طبقه تاني. انا بمسك الغطا كده. انا عاوزه كل حاجه تبقى قدامكم والله. بس الحاجه سهله جدا. اللي عاوز يلبس جوانتي يلبس، لكن انا مش عارفه، بحب ايدي تبقى ماسكه كل حاجه. بتلخبط لما اكون لابسه جوانتي. انا محضره جنبي كيس والله عشان احطه والبسه في ايدي، بس ما عرفتش. الغطيان دهنتها برضك، اول ما هتنشف هديها لون تاني. وادي حبايبي طقم التوابل بتاعي اللي انا عاملاه. انا مديه الوشين اهو كده على قد ما قدرت، يعني بعد ما اديت له الوش ونشف اديت له الوش التاني. انا كنت مستعمله النوع دوت من اللاكيه. صراحه النوع ده جميل، يعني انا بعد كده هجيب من ده على طول. يعني شوفوا مدي لمعه ازاي، دوت ما بيحتاجش غيره، انه حتى لو اتغسل ده ما بيطلعش منه. زي ما انت شايفه اللمعه بتاعته من غير ورنيش ولا من غير اي حاجه. انا بس جيت ايه نعمل كام نقطه كده قدامكم. بسم الله. بالودانه بتاعتنا دي كده نعملها كده اهو. انتوا شايفين؟ يا رب تكون باينه قدامكم. انت ممكن تعملوا النقط دي عشوائيه، او لو عملتها برضك منظمه مفيش اي حاجه. زي ما انتوا شايفين. وممكن تعمليها بظهر القلم، ويا ريت تكون القلم الرصاص، بيكون الاستيكه بتاعت القلم الرصاص. بس انا ما لقيتش عندي قلم رصاص باستيكه، فقلت اعمله بالودان.
زي ما انتم شايفين كده. اخلص تنقيط التوابل. انا مخلصه هنا البامبا، وقلت اخلص معاكم الفيروزي، اخلص النقط وارجع لكم تاني واحنا بنعمل شريط الستان مع بعض. وادي حبايب قلبي الطقم التركي اللي انا عملته اهو زي ما انتم شايفين. انا سبت واحده اعملها قدامكم. انا شريط الستان ده الصراحه كان عندي، كان عندي اللون ده، بس هو اشتريت بس لون البامبا ده ب2 جنيه ونص، يعني مش غالي. بس نصيحه مني، هو الشريط الستان ده مش عملي، عشان لما تيجي تغسلي هيتوسخ معاكي. انا هحطه كمنظر كده عشان لسه بزوده جديد، وبعد كده الصراحه لما الاقيه كده هشيله الصراحه. او ممكن انا مش هلزقه. انت ممكن لو انت قاعده تغسليه عادي هو ممكن يتغسل، بس اول حاجه عشان لو انت قاعده تحافظ على شريط الستان هتمسكي الطرفين دول كده وبكبريت او ولاعه، تعملي كده اطرافه عشان ما ينسلش. بكده لو انت حبيتي تغسليه انت ممكن تفكيه بطريقه سهله، وبعد كده تغسلي البرطمان وتغسلي ده وتعمليه تاني. انا هربطه ربطه عاديه، مش هعمله بالشمع. على فكره انا عملته الاول بالشمع من شويه، لقيته منظره مش عاجبني، رحت فكيته وعملته متقل. بصي انت كده ربطيه اهو، دي ايه ربطه تاني كده. انا بتعمل بس البرطمان ده كده قدامكم كده اهو، وتجيبيها كده اهو تعملها زي الفيونكه. مش عارفه كانت باينه ولا لا، معلش بقى ايدي مبهدله من البويه. تمسكيها كده اهو، خليها كده. مش عارفه الواحد بيتلخبط لما يكون قدام الكاميرا، مش عارفه ليه. اهي بنتي ماسكه لي المقص، ربنا يستر. بصوا زي ما انتم شايفين كده. بكده انا اقدر افكها، اغسلها واحطها تاني عادي. لو انت مش عايزه ترميها ولا حاجه، انا حطها كده كمنظر، لو مش عاجباني هشيلها. وممكن احط برضك اغير واحط استراس، بس كده الطريقه دي حلوه. نصيحه بقى مني لما تيجوا تعملوا الطقم التركي، الغلطات اللي انا وقعت فيها لازم برضك اعرفكم عليها. انا عملت اللكين لميع وكان جميل، انا وريتكم العلبه طبعا من شويه، من غير ورنيش جميل، اقدر اغسله وجميل جدا. بس انا اختي كانت بتدهن شقتها وجابت لي حبه لاكيه من عندها، لاكيه تاني، فدهنت بيه ده، فمش عاجبني. يعني ده انا حطيت له ورنيش، على فكره حطيت له الغيره الشفاف اللي هو بيلمع عشان يثبت اللون، بس ده غير ده. لو تلاحظوا بصوا الضي بتاع ده بيلمع ازاي كده وحلو، بصوا ده مطفي، ولو اني برضك حاطاله الغيره الشفاف اللي برضك بيديله لمعه، فانا خايفه من ده. بس ده جميل. فانصحكم العلبه اللي انا وريتها لكم تعملوا منها جميله، وحبه اريال تلاقيه ينضف على طول. وتاني حاجه زي ما انتم شايفين ايدي اتبهدلت، لازم تلبسي جوانتي. رابع حاجه او تالت حاجه، ما تخلوش اطفال جنبكم. دي كانت ازازه ميه موارد على فكره، فضيتها في ازازه تانية صغيره وخدت الازازه عملت بيها المنظر الحلو ده اللي انتم شايفينه. ايه رايكم بقى في الطقم التركي بتاعي؟ حلو. اسيبكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في اعمال فنيه تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.